باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. على كثرتهم وعددهم الذي لا يحصى، رجال ونساء وأطفال متنوعون ومختلفون من حيث الأصل والمظهر والأمة واللغة وطريقة الحياة والعمر والمعرفة والفنون وأسلوب الحياة والتقاليد والنزعات والعلوم والامتيازات والمصير والأمزجة والعادات، فهم كلهم في الكنيسة التي من خلالها يولدون من جديد ويخلقون مجددا في الروح. إنها تعطي وتمنح الجميع على قدم المساواة نفس الصورة والاسم الإلهيين، ليكونوا في المسيح ويحملوا اسمه، وتكون لهم نفس العلاقة البسيطة وغير المنقسمة وغير القابلة للتجزئة في الإيمان، والتي لم تعد تسمح بالاعتراف حتى بوجود الاختلافات الكثيرة بينهم التي لا توصف، لأن الجميع ينتسبون إلى الكنيسة ويجتمعون فيها. نودي مار الألهوثاخ ونزقود الماروثاخ وشوخة أمينة لا شلوى نسق لثليثا يوثاخ مشبختا خل عدا ما ردخول آوا وورا وروخة قدشا العالمين. قديشا لها قديشا خيلثانا قديشا لما يوثى إثرا خما شوخا لا ولورا والروخة قدشا قديشا ذم العالم من ومن قديشا السادة المطارنة الأجلاء، الآباء الكهنة الأفاضل، الشمامسة الموقرون، الأخوات الراهبات والمكرسات، وجميع الحاضرين من جوقات وأبناء وبنات الكنيسة، مساء الخير عليكم جميعا. فرحون اليوم أن نستقبلكم في هذا الحدث والذي يتضمن صلاة في هذا اليوم من أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. سعداء أن يكون لنا نحن في كنيسة المشرق الآشورية هذه الفرصة لنتشارك كلنا مع بعض في الصلاة من أجل التقارب ومن أجل أن نكون كنيسة واحدة في إيماننا، في صلاتنا، في مواقفنا المسيحية. لذلك أكرر الترحيب بكم، وأتمنى أن نقضي لحظات مقدسة مباركة في هذه الصلاة في هذا اليوم. الرب يبارككم جميعا. Yeah.
الوث ملثو ألوهو. على مبارخ. قراءة من العهد القديم من سفر تثنية الاشتراع الإصحاح 6. اسمعوا يا بني إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فأحبوا الرب إلهكم بكل قلوبكم وكل نفوسكم وكل قدرتكم. ولتكن هذه الكلمات التي أنا آمركم بها اليوم في قلوبكم، افرضوها على بنيكم وكلموهم بها إذا جلستم في بيوتكم، وإذا مشيتم في الطريق، وإذا نمتم، وإذا قمتم. واجعلوها وشما على أيديكم وعصائب بين عيونكم، واكتبوها على قوائم أبواب بيوتكم وعلى مداخل مدنكم، ولربنا المجد. المزمور 131. اجعل يا إسرائيل رجاءك في الرب من الآن وإلى الأبد. يا رب، لا يتكبر قلبي ولا تستعلي عيناي. اجعل يا إسرائيل رجاءك في الرب من الآن وإلى الأبد. ولا أتهالك على ما هو أعظم وأحب مني. اجعل يا إسرائيل رجاءك في الرب من الآن وإلى الأبد. بل أهدئ نفسي وأسكتها مثل مفطوم في حضن أمه، مثل مفطوم أهدئ نفسي. اجعل يا إسرائيل رجاءك في الرب من الآن وإلى الأبد. قراءة من رسالة بطرس. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، لأنه شملنا بفائق رحمته، فولدنا بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ولادة ثانية لرجاء حي ولميراث لا يفسد ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات، أنتم الذين بالإيمان تحرسكم قدرة الله لخلاص سينكشف في اليوم الأخير، به تبتهجون، مع إنكم لا بد أن تحزنوا حيناً بما يصيبكم الآن من أنواع المحن التي تمتحن إيمانكم، كما تمتحن النار الذهب وهو أثمن من الذهب الفاني، فيكون أهلاً للمديح والمجد والإكرام يوم ظهور يسوع المسيح. أنتم تحبونه وما رأيتموه، وتؤمنون به ولا ترونه الآن، فتفرحون فرحاً مجيداً لا يوصف، واثقين ببلوغ غاية إيمانكم، وهي خلاص نفوسكم. هللويا
سلام عم خون عمخ وعمرو خاخ قال لي قديش دمارني شو عم شيحة كارزوثة يوحنن شو لمشي خمارا. فلما وصل يسوع وجد أن لعازر في القبر من 4 أيام، وبيت عنيا تبعد عن أورشليم نحو ميلين، وكان كثير من اليهود جاءوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت لاستقباله، وبقيت مريم في البيت. فقالت مرتا ليسوع: لو كنت هنا يا سيد ما مات أخي، ولكني ما زلت أعرف أن الله يعطيك كل ما تطلب منه. فقال لها يسوع: سيقوم أخوك. فأجابت: أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الآخر. فقال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي يحيا وإن مات، وكل من يحيا مؤمنا بي لا يموت أبدا. أتؤمنين بهذا؟ أجابت: نعم يا سيد، أنا أؤمن كل الإيمان بأنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. شوحة لا لها أمينا إيث وبركثد مريا عليكون. مشي خمارا. نجتمع اليوم لنعيش معا لحظة صلاة مشتركة بين المسيحيين المنتمين إلى كنائس وتقاليد مختلفة. يمكن أن نقع أحيانا في فخ اعتقاد أن مثل هذه اللحظات هي مجرد عادة أو حدث احتفالي بلا تأثير عميق، وربما نمارسها بلا شعور حقيقي. لكننا هنا معا لنشكر الله على الشركة التي تجمعنا، حتى وإن لم تكن مكتملة ولكنها حقيقية. وهذه الشركة الأخوية لا يمكن أن نعتبرها أمرا مفروغا منه. يجب أن نتذكر هذا جيدا، خاصة في هذه الأيام التي أصبحت أكثر قسوة بسبب الحروب والصراعات التي تحدث في مجتمعاتنا. نحن نعلم من خلال التجربة أن غياب اللقاءات وتجاهل وتباعد بعضنا عن البعض، حتى وإن لم يكن ذلك عن قصد، يساهم في خلق فراغ ستجد فيه الكراهية أرضا خصبة. لكن من أين نبدأ؟ وعلى أي أساس نبني رحلتنا نحو الوحدة؟ وأي وحدة نقصد؟ قد يكون النص الإنجيلي الذي تم اختياره لهذه السنة نقطة انطلاق مهمة للوصول إلى هذا الهدف. فيسوع يسأل مرتا: أتؤمنين بهذا؟ واسمحوا لي أن أعيد صياغتها بنفس الكلمات: أتؤمنين أنني أنا القيامة؟ أتؤمنين أنني أنا الحياة؟ أتؤمنين بأن الذي يؤمن بي وإن مات فسيحيا؟ أتؤمنين بأن من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد؟ إنه يضع مرتا، وبالتالي يضعنا نحن أيضا أمام التساؤل عن إيماننا. الإيمان بوجوهه المتعددة، الإيمان كمعتقد، والإيمان كثقة، والإيمان كحياة، كما صنفه مؤلف كتاب المجدل. فبالإيمان يعلن المسيحي عن عقيدته بالله الذي يوحي بذاته ويوحي تدبيره الخلاصي للإنسان، وبهذا يهب الإنسان لله عقله. وبالإيمان يضع المسيحي كامل ثقته بالله، معتمدا على كلامه وقدرته بثقة تامة، وبهذا يهب لله إرادته. وبالإيمان يسلم المسيحي كل حياته لله، ويسعى إلى العيش وفق وصاياه،
وبهذا يهب لله حياته. فالإيمان بهذا المعنى يعني أن نقر بالحقائق الموحى بها، وأن نثق بالله، وأن نحيا من أجله. وهنا تكمن الإشارة. يجب أن نسعى للوحدة في الإيمان ولا شيء آخر. الوحدة لا تتحقق في صيغة معينة من النصوص، رغم أن هذه النصوص تظل هامة، بل الوحدة تأتي من السر الذي نعترف به ونحتفل به، السر الذي نتلمس فيه الإلهام لحياتنا. وبحديثنا عن الإيمان يصادف هذا العام الذكرى 1700 للمجمع المسكوني في نيقية. لقد كان هذا المجمع الذي انعقد في نيقية أحد الأحداث الكنسية الوحيدة التي اعترفت بها كل كنائس الشرق والغرب، إلى جانب مجمع القسطنطينية في 381 طبعا. وقد نتج عن هذين المجمعين وضع نص قانون الإيمان الذي يجسد الإيمان المشترك بين الكنائس، أي قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني. كما يتزامن أيضا الاحتفال بعيد القيامة المجيد هذه السنة في كل من الشرق والغرب في نفس اليوم، وهي مصادفة ذات طابع خاص، وهي أيضا نعمة من الله. ربما هي مجرد علامات، لكنها تذكرنا بالاتجاه الذي نحن مدعوون للسير فيه. إنها ليست دعوة إلى وحدة استراتيجية ضد الآخرين أو الدفاع عن القيم المسيحية، بل وحدة في المسيح الذي نسعى جميعا لأن نكون تلاميذه على نحو أكبر وأعمق. صحيح أن التعاون يكون دائما مفيدا وجيدا، لكنه لا يكون ذا قيمة حقيقية إذا لم يكن مبنيا على بحث مشترك في الإيمان. فالشهادة المسيحية المشتركة هي مهمة أيضا، لكنها تكون ذات مغزى فقط إذا كانت مستوحاة من الإنجيل ومرت عبر الطرق التي علمنا إياها المسيح، وبالتالي تتغذى بالإيمان. لقد كانت الاستراتيجيات هي التي فرقتنا دائما في الواقع. كانت هذه الاستراتيجيات سواء كانت سياسية أو كنسية هي التي مزقت الكنيسة، حتى لو أخفينا تلك التفرقة تحت غطاء اللاهوت، وما زلنا نشهد ذلك حتى اليوم. فالمصالح الإنسانية والخطط السياسية والتحالفات هي التي تضع المسيحيين في صراع مع بعضهم البعض، وتختبئ وراء حجج لاهوتية. التاريخ يوضح كم نحن بارعون في إضفاء طابع ديني على كل شيء، وتبرير سلوكياتنا باعتبارها مسيحية أو غير مسيحية. لكن في الواقع ليس المسيح ولا إيماننا به هو ما يفرقنا، بل ضعفنا البشري الذي نغطيه بأسباب وتفسيرات تبدو مقبولة. فالتحدي هو إما أننا نجد الوحدة الحقيقية في المسيح، أو أن ما يوحدنا اليوم سيتحول إلى سبب للصراع غدا. من خلال هذا التصور يمكننا أن نفهم أيضا معنى ما أراد آباء مجمع نيقية تحقيقه. بالطبع كان لهذا المجمع قيمة سياسية لا يمكن إنكارها، حيث دعا الإمبراطور قسطنطين إلى هذا المجمع باعتباره وسيلة لتوحيد المسيحيين ودعم إمبراطوريته. لكننا أيضا نرى في هذا المجمع عمل الروح القدس الذي كان يقود الكنائس المنقسمة نحو إعادة توحيد بطيئة وصعبة، لكنها أثمرت في النهاية. الوحدة الحقيقية كانت تكمن في الجهد المبذول لتحديد جوهر إيماننا المشترك. وهكذا ولد قانون الإيمان النيقاوي من الرغبة في الاعتراف معا بما هو أساسي في إيماننا. واليوم بعد 1700 سنة يمكننا أن نبدأ من جديد
ونتبع كل منا طريقه الخاص في تنوع متصالح. ستكون هناك مسارات مختلفة، لأن لكل منا سياقه الثقافي والتاريخي واللاهوتي، لكننا جميعا نرجع إلى نفس المصدر الذي يمنحنا القوة والمعنى. هذا المصدر هو الله وكينونته، وكيف يتواصل مع البشر عبر كلماتنا ومفاهيمنا. هذه السياقات الثقافية والتاريخية واللاهوتية حافظت عليها أيضا التعابير الكنسية المتعارف عليها، فنحن سواء ككنائس عديدة أو ككنيسة واحدة نعتبر كنيسة بالمفرد مبنية على إيمان بالمفرد مرة أخرى، إيمان الرسل بالجمع. فبالرغم من التمايز الموجود بين الرسل وشخصياتهم، إلا أنهم بشروا بإيمان واحد وبكنيسة واحدة. واليوم إذ يصادف حسب تقويم كنيستنا تذكار الإنجيليين الأربعة، لدينا مثال آخر عن 4 شهادات بحسب متى ولوقا ومرقس ويوحنا. من خلال هذه الشهادات يمكن أن نكتشف وجه يسوع كما عكسه هؤلاء الشهود، والذين وجدوا أنفسهم أمام شخصية فريدة لم يكن بوسعهم أن يبرزوا كل غناها. وخاتمة إنجيل يوحنا دليل على هذا الغنى الذي يستحيل حصره، فيقول: هناك أمور أخرى كثيرة أتى بها يسوع، لو كتبت واحدا واحدا لحسبت أن الدنيا نفسها لا تسع الأسفار التي تدون فيها. يوحنا 21:25. ومحاولة تطيانوس لجمعها لتشكل إنجيلا واحدا لم تنل الإجماع، وذلك لكونها تحجم خصوصية كل إنجيل وشهادته في التعبير عن إيمانه وإيمان جماعته بيسوع. وبالعودة إلى الإيمان النقاوي، فهو ليس مؤلفا من صيغة جامدة، حتى وإن كنا نرددها أحيانا بلا وعي، وليست مجرد كلمات بعيدة عن حياتنا. لذا دعونا نحاول أن نرى هذه الكلمات كآثار تعكس إيماننا، وليس كصيغ جامدة، بل صيغة تحدد إجابتنا على هبة الله وتظهر نوعية إيماننا، لأن حياتنا تعتمد على هذا الإيمان. لذلك وبناء على السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الأسبوع من الصلاة: هل تؤمن بهذا؟ نتساءل: هل تؤمن بأن الله هو أب، وهو أب يهتم بأبنائه قادر على التعاطف معهم؟ هل تؤمن بأنه خالق السماء والأرض، وبالتالي فإن الخلق ليس غريبا عن الله بل هو منه ويحفظه؟ هل تؤمن بابن الله الذي هو إله كامل وإنسان كامل، وبأنه بوجوده نصل إلى الله ذاته ونصبح أبناءه؟ هل تؤمن أن الابن قد أظهر لنا محبة الله من خلال موته على الصليب؟ وهل تؤمن بالروح القدس الذي هو قوة الحياة الذي يحيي ويديم كل شيء؟ هل تؤمن أننا جميعا جزء من نفس الكنيسة، جماعة المؤمنين؟ وهل تؤمن بمعمودية واحدة تجعلنا خليقة جديدة في المسيح؟ هل تؤمن بقيامة الأموات وبالانتظار لعودة الرب المجيدة في نهاية الأزمنة؟ هذا هو إيماننا المشترك، ومن هذا الإيمان ندعو جميع المؤمنين في كل الكنائس لتعزيز الروابط الأخوية. الوحدة الحقيقية هي في العودة إلى جوهر إيماننا بالله الآب والابن والروح القدس الذي تجسد من أجلنا وأصبح واحدا منا ودخل في حياتنا. ولتساعدنا الذكرى 1700 للمجمع المسكون الأول على إعادة توجيه أنظارنا نحو يسوع صورة الآب وأخونا، وعلى اكتشاف قوة شركتنا فيه. آمين.
أيها الخالق والحافظ لكل روح، يا من تكثر العائلة البشرية على الأرض، اجعل جميع الشعوب تعرف إنك أنت الله وحدك، وأن يسوع المسيح هو ابنك، ونحن جميعا شعبك قطيع مرعاك. يا رب ارحم. يا رب نطلب إليك، كن عونا لنا، خلص المنكوبين بيننا، ارحم البائسين، اظهر وجهك للمحتاجين. يا رب ارحم. أيها الرب الأمين مدى الأجيال، العادل في أحكامك، الرؤوف والعطوف، أغفر لنا ذنوبنا وطهرنا بحقك، واهدي خطواتنا للسلوك في البر والقداسة. يا رب ارحم. يا رب أنر بوجهك علينا بالسلام من أجل خيرنا، أعطنا الوفاق والسلام لنا ولجميع الساكنين على الأرض. امنح حكامنا الحكمة والفطنة، ووجه مشورتهم حتى يديروا سلطتهم بالعدل والسلام. يا رب ارحم. لنحب بعضنا بعضا، لكيما بفكر واحد نعترف بالإيمان الذي اعتمدنا به جميعا. نؤمن بإله واحد، الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، له جوهر نفسه مع الآب، الذي به كان كل شيء، ذاك الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماوات وتجسد متأنسا بالروح القدس من مريم العذراء، وصلب عنا في عهد بيلاطس بنطيوس، وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب، ويجيء أيضا بمجد ليدين الأحياء والأموات، ولن يكون لملكه نهاية.
وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب المسجود له والممجد مع الآب والابن الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. آمين. أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الرفيق، أنا نور العالم أفيض الهبات، التجوا إلي تجد الثبات. تعالوا إلي أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الرفيق، أنا نور العالم أفيض الهبات، التجوا إلي تجد الثبات. ارحمني يا الله برحمتك، امحو ماثلي برأفتك. ارحمني يا الله برحمتك، امحو ماثلي برأفتك. نظرت إليك فأحببتك، هلم اتبعني أنا اخترتك. أنا خبز الحياة، أنا معطي الخيرات، من يأتي إلي لن يرى الممات. نظرت إليك فأحببتك، هلم اتبعني أنا اخترتك. أنا خبز الحياة، أنا معطي الخيرات، من يأتي إلي لن يرى الممات. أجسادنا هياكل روحك القدوس، وحدك إلهي تحيي النفوس. أجسادنا هياكل روحك القدوس، وحدك إلهي تحيي النفوس. كرمة الحق وأنتم الأغصان، اثبتوا في تنمو بإيمان. اذهبوا في الأرض وأعلنوا البشارة للخلق أجمعين وكل البنين. أنا كرمة الحق وأنتم الأغصان، اثبتوا فيا تنمو بإيمان. اذهبوا في الأرض واعلنوا البشارة للخلق أجمعين وكل البنين. بفرح اللقاء نرفع التسبيح، نحمل سويا صليب المسيح.
والتسبيح نحمل سويا صليب المسيح نعبدك نسجد لك نباركك بصلاة ومديح. لأن كل الأشياء صنعت من العدم ووجودها سوف يسقط في العدم إذا لم يمسكها بارئ كل الأشياء بيد حكمه. يا رب الحياة، من يدك وبعنايتك نحن ننال كل الخليقة. علمنا أن نعيش في عالمك بعناية وعدالة لكل ما خلقته. نؤمن فزدنا إيمانا. ما أسميه الإيمان النور الجلي الذي بالنعمة يشرق في النفس ويسند القلب ويهب عطية الرجاء. أيها الإله المحب، أفض علينا نعمة الرجاء في عالم مضطرب بالخصام والنزاع. شدد شعبك المصاب بالفتور والانقسام. نؤمن فزدنا إيمانا. فما العجب إذن أن اعترفنا أولاً عندما نأتي إلى الله بأننا نؤمن، لأننا بدون هذا لا يمكن أن نحيا حتى الحياة البسيطة. أيها الإله الرحوم، اغفر لنا الأوقات التي فشلنا فيها في عيش حياة مشتركة كمسيحيين. أجذبنا بشكل أعمق إلى الإيمان الواحد بك لنشهد للعالم. نؤمن فزدنا إيمانا. ليسود الإيمان، الإيمان الذي يقود العقل إلى الثقة، الإيمان الذي لا يأتي من منطق بشري بل هو ثمرة الروح القدس. أيها المعز السماوي، نسألك أن تجعلنا نثق في عطية حكمتك أكثر من براعة تفكيرنا. نؤمن فزدنا إيمانا. أشرق علينا بنوره فبدد ظلام السجن وقدس ميلادنا وحياتنا وأبطل الموت، إذ حطم قيود التي كنا مقيدين بها. أيها الرب الرؤوف، قدنا إلى العمل معا لكيما نشيع نورك وحريتك حيثما يوجد ظلام واستبداد وعذاب وظلم. نؤمن فزدنا إيمانا.
كأخوة وأخوات ليسوع نصلي معا بالكلمات التي علمنا إياها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الضروري الحياة أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين. God, our Father, accept our praise and thanksgiving for what already unites Christians in the confession and of witness of Jesus the Lord. Hasten the hour when all churches will recognize each other in the one communion you willed and for which your Son prayed to you in the power of the Holy Spirit. Hear us, you who live and reign now and forever. Amen. نعمة الرب يسوع الآب ومحبة الله الآب وشركة الروح تكون معكم جميعا إلى الأبد. آمين. شكرا لكم جميعا لحضوركم ومشاركتكم إيانا في أمسية الصلاة هذه. شكرا للقنوات الإعلامية، قناة العراقية ونهضر لايف الذين تكرموا ونقلوا هذا الحدث، وشكرا لكل الجوقات التي شاركت.